طبعا انت لسه مخلص العيد واكل كحك واتبسطت، ومفيش يوم ولا حاجه ولقيت صاحبك سواء بيتصل بيك او بيبعت لك على واتساب الحق جدول الامتحانات نزل والامتحانات قربت. بعد الرساله دي بقى مش هتفرق اذا كنت انت في مدرسه او في جامعه او في اي مرحله تعليميه، فانا مش جاي افكرك انك كلت كحك العيد وكحك الميد ترم سوا، ما تقلقش. بالصلاه على النبي جمعتكم النهارده عشان نرمي عليكم القنبله. واه ايه ده؟ انا جاي اكلمك كده كلمتين تتشحن بيهم طاقه ايجابيه وتجيب تقدير او مجموع حسب المرحله التعليميه اللي انت فيها وتدعي لي. ورب الكعبه اللي جاي يقوم تاني بهجه تاني خالص. بس قبل ما نبدا بقى يعني لو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى واعمل شير لاصحابك، ولو انت ليدر دفعه كده خليك ليدر جدع كده وابعت الفيديو ده للدفعه بتاعتك كلها. يلا بينا يلا بينا. بص يا سيدي هنتكلم على كام جانب كده صدقني هيفرقوا معاك جدا جدا جدا. علاقتك بربنا وده امر مفروغ منه مش هنتكلم عنه اصلا. طيب تعالى بقى ايه نتكلم على كام حاجه. المجموع او التقدير مش عباره عن مذاكره بس، ده جواه حاجات كتيره قوي. ده علاقتك بربنا، علاقتك بابوك وامك، اخلاقك، نيتك، تصل تسلم على فلان الفلاني اللي هي صله ارحام بمعنى اصح، مساعدتك لغيرك وهكذا. فانت اوعى تفكر ان المجموع او التقدير عباره عن مذاكره وبس. طبعا واحد بقى يقول لي انا ممكن اعمل الحاجات اللي انت قلت عليها دي بس ما ذاكرش، بس صدقني هعمل بقى الحاجات كلها الا ان انا اذاكر. فكرت اني انتحر. ايوه بقى اهو كده نتكلم. هقول لك اكيد لا وهبسطها لك. مش بيقولوا من اسباب توسعه الرزق قراءه سوره الواقعه؟ هل ينفع بقى ان انا كده اروح احضر كوبايه الشاي واروح اقعد على الكنبه واللي هو ايه انا هفضل اقرا سوره الواقعه ومن غير ما انزل اشتغل؟ هي نفس المقارنه. يعني اكيد المذاكره مهمه؟ هقول لك طبعا، لان المذاكره من اسباب النجاح. طيب ننتقل لنقطه ثانيه وهي علاقتك بابوك وامك. صدقني دعائهم ملوش زي. الدعوه اللي بتطلع منهم صدقني بتبقى مستجابه جدا جدا من وجهه نظر، مش من وجهه نظر من وجهه نظر اي حد. دعوه الاب والام مستجابه يعني، وده عن تجارب، مش جاي اقول لك كلام انشا. فتقوم عامل ايه يا معلم؟ انت كده عندك امتحانات، قوم ابدا حسن علاقتك باهلك من دلوقتي. بس خلي بالك مش هتصلحها فتره الامتحانات وخلاص، ابدا من دلوقتي حاول تصلح علاقتك كده بحيث ان انت ايه الامتحانات يعني شهرين امتحانات وشهر نتيجه هتكون انت اصلا اتعودت، فهتلاقي الموضوع بالنسبه لك خلاص بقى تمام. نيجي بقى للوقت، وده من اهم الحاجات اللي انت بتمتلكها بس انت مش حاسس. صدقني طالما قدرت تتحكم في الوقت فانت ممكن تعمل كل حاجه. صدقني كل حاجه كل حاجه. ممكن جدا ان انت تذاكر، ممكن ان انت تنزل تقعد مع اصحابك، ممكن ان انت وتجيب تقدير خلي بالك، ممكن ان انت تقعد تعمل فيديوز، ممكن تعمل اي حاجه طالما قدرت ان انت تدير وقتك هتعرف تعمل اي حاجه. فهتقول لي خلاص ده دلوقتي ده احنا بعد العيد يعني كله عمال يجري في المنهج وهلحق الم؟ اقول لك تلحق تلم طالما في وقت على الامتحان. طالما انت لسه ما دخلتش لجنه الامتحان يبقى لسه في امل، اللي هو لسه في وقت ان انت تنقذ ما يمكن انقاذه. افتكر يعني الجمله دي، السعي في طريق الوصول وصول. نقطه مهمه جدا وعليها خلاف كبير جدا والمعظم مش هيكون متفق معايا، وهي مساله الغش. انا ضد الغش اللي هو بيقولوا مضمونا وضامنا او مش عارف بيقولوا ايه يعني. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. فانا ضد الغش وضد ان انت تاخد كلمه، يعني لو كلمه من زميلك، واعتقد زمايلي عارفين عني ده، اللي هو انت حبيبي وعناية ليك بره اللجنه. من اول ما بنخش اللجنه خلاص الموضوع اتقفل. ومش هقول لك كده يعني، مش هقول لك كده ان انا بعمل كده وبس، لا انا هقول لك ليه اسبابي. اول حاجه عشان ربنا يبارك لي، تاني حاجه عشان ما فيش حد يقول لي هات ورقتك او تلت التلاته كام او يقول لي كلمه ملهاش لازمه. اعتقد دي اسباب كافيه جدا ان انت تقتنع اللي هو ربنا مش هيبارك لك وعشان ما حدش يقول لك كلمه او تلت التلاته كام. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. تعالى بقى النقطة يعني مهمة بس الناس فاهماها غلط جدا، اللي هي كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الناس بقى بتنقسم لقسمين هنا، وهقول لك لان انا شفت القسمين يعني هقول لك بالظبط. في ناس بتخبي الداتا ما بترضاش تبعت لحد اي حاجة، وده بسبب خوفا منهم ان انت تستفيد فتقوم مقفل الامتحان فتجيب درجات اعلى منهم او تقدير اعلى منهم، ودي عالم مريضه وعالم ناقصه مالناش دعوه بيها. الفكره بقى هنا في نوع الداتا اللي هو بيبقى معاهم ده، ان دي داتا مش مع الدفعه كلها اصلا وتبقى الدفعه محتاجاها، اللي هو مثلا معيد بعت حاجه لفلان الفلاني ففلان الفلاني ما بعتهاش للدفعه. دي بوينت ودي مركونه على جنب. ننتقل بقى للجزء الثاني، لان انت اصلا عندك يا ابيض يا اسود ما فيش رمادي. عندك الجزء الثاني من الناس دي او القسم الثاني من الناس دي، ده تلاقيه يا باشا جاي لك ليله الامتحان يقول لك اخويا حبيبي اللي بص يعني انا مش عارف اقول لك ايه، طبعا عارف ان الامتحان بكره، فتقول له ما انا عارف، ما احنا عندنا امتحان والله يعني وكلنا مشغولين. فطبعا يجي بقى يقول لك انت طبعا عارف يعني انت سيد العارفين، انا عايز كل حاجه تخص الماده. فعشان انت قلبك ابيض فاهمني، واللي هو ايه يا عم تمام بتحب الخير غيرك وبتاع، عشان ايه الراجل بيصعب عليك برضه، تقوم رايح باعت له المحاضرات والسكاشن فاهمني
والكتاب مثلا، مع انه طول السنه انت شايفه عمال ينزل ستوريات، عمال يعمل ديل مع الناس بتاع العربيات ومش عارف طالع مع المؤسسه الخيريه هنا فاهمني. بس ما علينا يعني ان هو ما عندوش وقت الراجل. يقول لك لا الحاجات دي ما تلزمنيش، انا عايز حاجات كده بالعربي، حاجات من اللي انت كاتبها اللي انت ملخصها. كان انا الاقي وقت، انا لسه هقعد ابص على السكاشن هم بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه. تيجي مثلا تقول له انت عايز شيت معين او حاجه، لا يقول لك ابعت لي كل الشيتات. فاللي هو يا ابني ده بالامتحان بكره انت ما عندكش دم، اللي هو ابعت لك ايه، هو في وقت ابعت واعمل؟ يا عم ما بالراحه، ولا تعرف تعمل معاه حاجه اصلا. ففكره المساعده اكيد موجوده وانا معاها جدا، بس الشخص اللي محتاج مساعده يخلي عنده دم شويه، والتاجر المحتكر المعلومات يفتح الحنفيه شويه. واحب اقول للنوعين دول حب لاخيك ما تحب لنفسك. خليكوا خفاف ولزاز مع بعض، لانها فتره وهتعدي. تعودوا ان انتوا تشكروا اللي بيساعدكم ولو بأقل القليل، لان الذي لم يشكر الناس لم يشكر الله. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو النهارده. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.